عليا كبرت مات انت فتح ولد عبد بزلومه مال كبرت مات يا ابوي لا سنين لا خلف عبد بزلومه بالصلاه على النبي عليها لا خلف عاوز فراشي زين عاوز فراشه زيني انا اعمل لك فراشه الناس تضحك بيها كلي شفت ايام الجريد اللي الزمان ايوه يحيى ابوها غلبه يحيى ابوها شنبه هو ده اللي اعمله لك اني يلي ما حدش غلبه مبروك يا عريس مبروك احد طب انا واجي لك يا راجل الفرحه المنتظره ده هتبقى روح خلصانه ماشي هتجي تلاقي الكوشه والدنيا مظبطه تمام خلاص مبروك وسلم لي على ابوك يوصل خلاص يوصل قول له بيسلم عليك الحاج عوض الله ابوك اسمه عبده بزلومه انا راح ابعته لك خليه يقعد معاك هنا. ماشي يلا روح ده كل ولد عبده بزلومه اولاد لا هعمل له كوشه مغفلقي يا ريت الوحده دلوقتي عم تعمر دلوقتي نحن هنعمل له الكوشه ام جريد بتاع الزمان اللي الناس نسيتي لكن كان زمان الكوشه ام جريد وشويه النفافيق ويحيى ابو شنبه وروح رص كنبه وسوي شعرك دلوقتي الوحده بتبقى في شقه وسيراميك وتكييف وسخن وبارد وحلال تفال ومش عارف ايه وبعد اسبوع تروح بيت ابوها حالا تتطلق ما كملتش يومين ونافذه على بيت ابوها طبيعي اللي يحصل تاني فين ايام زمان كان طشت وحلي وكوشه جريد كانت تعيش دلوقتي في فيلي وما بتكملش اسبوع اعمل له كوشه زاني عشان هتعمر بدايه كل واحده تتجوز بالكوشه اللي هي الثانيه ده ما تعمرش الليزر والاخضر والاحمر وجايب لي سماعات ماله ديته كانت تقول يحيى ابوها غلب ومحدش شغال وتنكر السكينه قعدت عوض الله الله نصفها لك يحيى ابوها شان ابو يلي ما حدش قال ابو يحيى ابوها شان ابو يلي ما حدش قال ابو روح رصي كنبك يا ولا روح رصي كنبك وروح يحلق شعرك ده عامل زي الجاموسه ديته يحلق شعره ده الحلاق ده عاوز له في سنه يخرب بيتك وبيت ابوك عبد ابو زلومه هيجيني دلوقتي نظبطها له احلى ليله النهارده دي تبقى اسمع الجديد عوض الله عمل له الكوشه الجريد يخت عليه يخت عليه يخت عليه يخت عليه عملت لك الكوشه عملت مبروك ايه؟ مبروك يا ابوي ده جايب لك كرسي من الهند مش من هنا كرسي متحرك عليه مبروك نظبط لك الدنيا يا دينا لا تمام تمام لا كوشه نظيفه طيب يخرب بيت ابوك والله ما لسه ما قعدتش على الكرسي كان اللي جرى انت اللي غشكتها شوف يا اولاد عبد بزلومه النهارده لا مبروك يا بابا مبروك ايه رايك تمام دي كانت زمان الكوشه ام جريد ايوه لوحدي كانت تعيش به كانت تعيش بيه طشت وحلي وتنقه مخرومه وكانت تعيش تعال شوف نهارتي تكييف وسرير ورش نعام وما بتكملش اسبوع وتروح بيت وانت ليه قالوا لك ليه؟ وايه الموضوع؟ ولا حاجه العيب فيك ولا فيه؟ فيه ما كلش ليه فيك انت؟ لا فيه بنت الاصول تزعلها ازاي؟ يدوها لك بنت الاصول كانت زمان تتكتب قايمه بربع جنيه كانت تعيش والدنيا تمام تعال شوف نهارده بتكتب مليون جنيه وبتروح في ليله الصباحيه بتعيش بتكتب مليون جنيه وتعالى وبص وشوف بتمشي تاني في يوم الصباحيه ايوه تمشي تاني مع ناسي لكن كان زمان 10 قروش يكتبها وتروح وتعيش تعال شوف نهارده بتاكل البرجر والمحشي ومش بتعيش وكانت زمان تاكل قربوش وبتعيش ايه رايك انا عملت لك الكوشه دي عشان بتفكر ايام زمان الناس بطلت ده كان يقول لك روح رص كنبه يا جريمي تعرمت ماله العريس يا ابوه يا ابو مالك الله يخرب بيت ابوه حسدوه يخرب بيت مالك برضك يقول له روح الم حاجتي انا اللي بحاجتي بسرعه انا اللي اقول له يقول عوض الله هو العمل كده في حاجه ثانيه تبعك